مستغربه قد ايه؟ سنتين. بقالنا كتير ما قعدناش القعده دي. سنتين، مع اني بحبكم اكتر حاجه والله. ماليش عين اتكلم. هتكلم اقول ايه؟ وحشتوني، عارفين ان انتوا وحشاني. غايبه عنكم بقالي كتير، عارفين ان انا غايبه عنكم بقالي كتير. ف مش هبقى غايبه وكمان هرغي بقى، لا ندخل على طول في الشغل. صباح الفل او مساء الفل عليكم على حسب توقيتكم. اخباركم ايه؟ وحشتوني جدا جدا. انا مروه يحيى، انا ميك اب ارتست مصريه، والنهارده هيكون الفيديو عن مصر. طبعا كلكم شفتوا ان احنا عندنا حدث تاريخي عالمي، وهو افتتاح المتحف المصري الكبير. فما كانش ينفع ان انا افوت مناسبه مهمه زي كده في بلدي من غير ما احتفل معاكم. بصراحه انا عايزه اعمل ميك اب فراعنه بقالي كتير وبتلكك، والفرصه الاولى اللي هي كانت نقل المومياوات راحت مني. كان عندي شغل ضغط، ما كنتش عارفه اتنفس، فراحت مني على الرغم ان انا كان نفسي قوي. ترند كليوباترا اللي كان عالمي برضو راح مني، مع اني كان عندي الحاجات واشتريتها، وبرضو بسبب ضغط الشغل. المره دي برضو في ضغط شغل، بس حلفت بربنا قلت والله لو ايه لا هصور. وفعلا اليوم اجازتي الوحيد انا نازله اصور فيه. هستخدم تونر من لانكوم، قوامه للبشره الجافه. اوكي، فهعديه بالكامل على بشرتي. فالفيديو النهارده هيكون ميك اب فرعوني اصيل بزي فرعوني. يعني بصوا بقى، نقلت تطورت، يعني مش هعمل لكم بس ميك اب فرعوني، لا انا هعمل لكم زي فرعوني. الموضوع ده على فكره خد مني وقت كبير قوي، انا ماليش خلق الحاجات دي خالص. يعني انا جه عليا وقت وانا بدور على الحاجات الفرعونيه دي، قلت لا انا عايزه ستايلست لما يكون في ايفنت زي كده يلبسني الزي الفرعوني. انا عليا الميك اب والمونتاج والحفله دي كلها واليوتيوب والليله دي كلها السوشيال ميديا، بس انا ماليش خلق اللبس، ماليش خلق الاكسسوارز، ماليش خلق للضوافر، ان حد يقول لي ان انا مثلا انسق ده مع ده مع ده. لا انا عايزه حد يقول لي كده. فانا ارهقت في الطله اللي انتوا هتشوفوها النهارده. ده تنسيقي وشرائي وتعبي ومشاويري. حفله، كنت في حفله. طيب انا هحط دلوقتي مرطب من ديار اللي هو الكابتشر توتال. كابتشر توتال من ديار لو سيرم اهو. هو مرطب لطيف خفيف بصراحه. احلى حاجه فيه ان هو مش بيعمل اريتيشن للبشره، يعني مش بيحسسها. وحشتوني والله، وحشني ابص في الكاميرا كده عشان اشوف انا طالعه لكم عامله ازاي. وبيدي جلو. اوه اي لاف. هنا الفوكس اهو اهو. تلزيقه عشان اللي بيفضلوا يعملوا كده في البرودكتس ويقنعونا. لا كاسكت يعني. بعد كده محتاجه بصراحه ان انا ارطب تحت العين. انا حقيقي الفتره اللي فاتت مش مهتميه نهائي بنفسي. معلش اكسكيوز مي، احنا في الشغل بنبقى حاجه صعبه جدا والله. ف يا جماعه لما تيجوا ترطبوا تحت عينيكم خدوا الانر كورنرز دي معاكم، لانها بتتظلم او بتتنسي، يعني في الحالتين انت ضاغطه عليها. فالكورنرز اللي جوه دي لازم تترطب كويس، لان شكل الميك اب عليها لما بتكون جافه ما بتبقاش حلوه وباينه. وتحطوا بقى عليها كمان هايلايتر شكلها مش حلو خالص. اوكي، طب لما نيجي نرطب تحت العين نروح ونرجع نروح ونرجع. محدش يرطب لي تحت العين من جوه لبره فقط، لان حبيبه قلبي انت كده ما دخلتيش في الخطوط. الخطوط من جوه هنا ضيقه ونازله على واسع. احنا عايزين نرطب الادجز بتاعت الخطوط اهو. رايح جاي. قبل ترتيب النهارده لان انا بشرتي زي ما بقول لكم شكرا يعني. فهستخدم من كلارنس الهايدرا اسينشال. ده اكسترا ترطيب ليه انا في الميك اب الشخصي يا جماعه. اوكي، دلوقتي بقى وقت الفاونديشن. هاخد فاونديشن من شانيل. ده الفاونديشن درجه 42 اكوا ووتري شويه، سايل يعني ليكويدي قوي، علشان انا عايزه حاجه خفيفه على وشي، مش عايزه حاجه تقيله. كفايه الميك اب العيون والتفاصيل دي هتبقى تقيله لوحدها. وزعته كده على بشرتي وابتديت استخدم. بصراحه كنت بجرب الفرشه دي اوف كاميرا، عجبتني قوي. سيجما اف 77، وهي اصلا معموله ممكن لكونتور باودر بقى كريمي، ما يهمنيش وما يخصنيش، بس توزيعها في الفاونديشن خطير. انا مش عايزه استخدم على وشي فرشه تخينه او كابوكي او كده، عايزه استخدم حاجه كده ديتيلد علشان تريحني. بيوتي بلندر
عدي على البيز بتاعك تماما. بصي الجلو يا جماعه، اي لاف. دلوقتي هنروح نستخدم كونسيلر. هستخدم كونسيلر شويه عشان نداري جمال هالاتنا وتعبنا. من تو فيسد درجه جولدن بيج. اول نداري جماعه. انا دلوقتي لسه حاطه الكونسيلر، انتوا شايفين اهو، شايفين اللمعه اللي فيه ده؟ من ضمن مكوناته هو المرطب اللي فيه، اللي بيسمح لك ان انت توزعيه وتطلعيه ويكون سلس معاكي. المرطب ده يا جماعه لو اندمج وانت بتدمجي، لو اندمج مع التغطيه بتاعه الكونسيلر هتلاقي ان الموضوع خف معانا في التغطيه. فعشان كده احنا بنطلب ان اللمعه دي، شايفين اللمعه؟ شايفين اهي 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 اهي، دي لازم تقل شويه. مجرد بقى ما اللمعه تبتدي تخف اهو، او تبتدي تقل معانا شويه، او ما تبقاش واضحه قوي، ابتدي ادمج. يعني شوفوا هنا في العين دي بالذات، دي بالذات اللمع المرطب بتاعها راح شويه لانها ناحيه التكييف كمان. فطبعا تبتدي بالعين اللي المرطب بتاعها قل، او حسيتي ان احساسها ابتدت تهدى معاكي. التفاصيل دي مهمه قوي يا جماعه، والتفاصيل دي هي اللي بتفرق ما بين الميك اب ارتست العاديه والميك اب ارتست بروفيشنال. امتى تعرفي تقري البرودكت، امتى تعرفي تقري الماتيريال اللي قدامك وتتصرفي بناء على الماتيريال. اهو ابتدى يقل شويه اللمعه، اروح ادمج. هستخدم بقى دلوقتي الكريمي بلاشر من هدى بيوتي اليو بي. حطيت كتير كده من الكريمي بلاشر زي ما انتم شايفين. الافكت بتاعه خطير خطير. بصوا بقى انا دلوقتي هعمل الكونسيلر، بس بما ان احنا فيديو احتفال بالمتحف وفرعوني وكده، فانا هفن يعني هعمل في وشي اشكال. وهستخدم كونسيلر تو فيس درجه سنو. اوبا مش ينفع نصلي دلوقتي. لا بس انا صليت المغرب. وانا مطلعه الحروف الفرعونيه. ده حرف الايه؟ ده حرف النون. ده حرف النون. فين حرف اللام؟ عايزه اقلد حرف اللام، يا رب يطلع سهل علشان بنتي ليلي بحرف اللام. اللام سهل. بصوا اللام عامل ازاي. اللام الره ملويه. اوكي نعمل الره الملويه. حرف اللام بالفرعوني اهو عشان ليلي. حرف الره. شايفه يا بنتي الفن؟ دي اصلا اللي انا هعملها تحت عينيا النهارده. لا لا بجد. بصي بقى هعمل مثلث هنا غامق وهنا مثلث غامق. فراعنه بقى اديله. ايوه صح. اديله بقى في الفراعنه. هستخدم دلوقتي كونتور ستيك من لانكوم. نعمل هنا اهرامات واهرامات واديله حضاره. ودلوقتي هدمج. اوكي حلو قوي، نورت بصراحه. الدقن كذلك. بقالي 60 سنه برسم على وشه، بقالي 60 سنه. والمواضيع دي يا جماعه ما ينفعش معاها تصوير يوتيوب وترند وفيديو، مليون حاجه تتصور في نفس الوقت. بنقعد 60 سنه. انا بقعد 60 سنه اصلا في الطبيعي، بس كل يهون عشان خاطر عيون بلدي. ده انا من داي 1 اليوتيوب بطلع اقول لكم ايه، ارجعوا لاول فيديو ليا في التشانل، هتلاقوني دايما بعرف نفسي انا مروه يحيى ميك اب ارتست مصريه. فانا عندي فخر واعتزاز وحب البلدي لا يقدر بثمن. اخد ناحيه تانية من البيوتي بلندر وادي هنا دمجه برضو كده، خط الكونتور مع خط الكونسيلر. شايفين يا جماعه خبطه البيوتي بلندر عملت ايه في اللاين؟ دمجت. هنروح دلوقتي نثبت بقى، وهستخدم تحت عينيا الدرجه البيربلي دي شويه من هدى بيوتي اللي هي UPE من الايزي بيك من هدى بيوتي. وباقي الوجه هثبته ببنانا براد من هدى بيوتي اللي هي العاديه. ايدك هنا خفيفه وسريعه. نعمل بيكنج عشان انا عايزه تحت عينيا يبقى منور قوي. وبالمتبقي في السبونج اعدي بقى على كل الوجه. بس دخلت لوز باودر باوند كيك.
طيب كده احنا ثبتنا الوجه. بعد كده هروح للحواجب، فهستخدم الاول جل من انستازيا درجه ميديوم براون وفرشه انستازيا رقم 12. كلنا عندنا حاجب وحاجب، وانا منكم عادي جدا عندي حاجب وحاجب، خصوصا من تحت لو ركزتوا هتلاقي ده لاين واحد وده واخد زاويه 8. اوكي، فلما بيكون عندك في حاجه كده مختلفه ابتدي بالمختلف، ما تبتديش بالسليم، ابتدي بالمختلف. فانا ايه الاختلاف اللي عندي؟ ان الحاجب ده واخد 8، يعني انا عايزه املى ال8 اللي من تحت دي عشان اوصلها للشكل الشارب ده. شد شويه. بعد كده هاجي من فوق هنا من ال8 وانزل اوصلها بالنهايه من الحاجب التحت او الخط اللي انا رسمته. مش هاجي بقى في راس الحاجب بالجل. بعد ما عملت بالجل هروح بقى بالباودر، ناخد الدرجه الغامقه شويه دي اهي، العكس دي، هاخد ميكس وابتدي اثبت، واجي هنا بقى ارسم شعيرات. يبقى لما نيجي نرسم شعيرات هنرسمها بايه؟ بالباودر، مش رسموهاش بالجل الا في حالات معينه فقط. لكن في حالتي اللي انتوا شايفينها قدامكم دي ما ينفعش ارسم بالجل، عمرها ما هتطلع معاكم شعيرات. بدايه الحاجب هتطلع معاكي بلوك، هيبقى شكله تاتو، شكله فيك. خليتي الحاجب شارب قوي وفيك قوي لو عملتيها بجل. نبتدي العين، احط البيز هنا. اوكي، هاخد من براند بي بيرفكت كارنفال 3. في الاول هاخد لون زي مثلا ده نحطه في الكريس، لا خلينا في ده اهو، ده هحط في الكريس الاول. وهاخد فرشه بلند دي من جيسب. بلند يا جماعه يعني فرشه بادئه من صغير، اوكي، طالعه على مفتوح على واسع، وابتدي اشتغل في الكريس. خدي معاكي الجل، مش عايزاه خالص. جل ايه؟ جل الحواجب. وابتدي اسحب كده شويه من بره هنا. اللون ده ورم خطير. بعد كده هبتدي اخد فرشه تابنج، يعني فرشه وضع زي كده. اللايت بلو ده اللي هو بالمصري، احنا عندنا بالمصري اسمه لبني، عشان باقي الدول اللبني ده بالنسبه لها اللي هو اللون الابيض او اللون اللبن. لا احنا اللبني ده عندنا اللي هو اللون اللايت بلو، البيبي بلو. تمام. اوه لا، ده لون الفراعنه، هو ده لون الفراعنه، هو اللبني ده اللي هو بوم بوم. شوفوا يا جماعه جمال اللون، البي اوف بتاع الباليت دي بصوا خطير. صدقني اللبس بدا يوضح. بصي ازرق الفراعنه والله، اللي هو مش ازرق قوي ولا اللي هو لبن قوي. ايوه بصي اللي هو خطير. هبتدي بقى اخد اللون ده وابتدي ادمج اطراف البلو ده. اوكي، الفرعون بان ولا لسه؟ الفرعون الصغير جاهز للاحتفال. طبعا طبعا الفراعنه يعني سواد العين ورسمه العين وجمال وسحر السواد. تمام. فهاخد كحل اسود اكحل بيه عيوني الداخليه والخارجيه ومن جوه لبره وحفله. تحت عينك باي شادو اسود كتير كتير كتير، بس على نفس الايه المنسوب ده يا جماعه، من جوه رفيع، وكل ما تخرجي كل ما تتخني باعلى، ترفعي الزاويه لاعلى، عشان هنعمل هنا اي لاينر. بعد كده هاخد الكومباكت باودر دي من بلويس، ابتدي انور تحت عيني عشان انا عايزه ابتدي ادمج الالوان وارسم الرسمه. الافكت بتاعها خطير. دلوقتي بقى وقت رسمه اللي تحت العين، فهناخد اي شادو اسود بفرشه فلات برضو وتبتدي تخططي. بسم الله الرحمن الرحيم. وابتدي اطلعه لبره.
همسك الايلاينر محمود سعيد وابتدي املى من جوه. بان قوي. باين. بان بجد؟ ما شاء الله. هو الايلاينر طب اخد مره تانية. هتشيري معايا الرعب اللي احنا فيه. هو ده يا بنتي. بصي اهو الايلاينر اهو بتاع الفراعنه، هو التخين من بره. مش بتعملي والنبي. ليه الفراعنه يمكيجوا نفسهم كده كل يوم؟ ده حته ايلاينر قد كده. احنا كبنات بنتعب عقبال ما نعمله. انا ما بقتش اعمل الكلام ده خلاص وانا نازله. عصر ان انا ماكيج نفسي كل يوم وانا نازله في يومي الطبيعي ده خلص. لا عينيا مش عايزه هتتها. مش بعد كل ده. هروح المتحف على طول. انا لو خرجت من هنا والله عايزه اروح المتحف. هعمل العين التانية نفس الايلاينر الفرعوني الخطير ده. افتكرتي صح؟ بصي عليا. بص شايفاه؟ بعد ما خلصنا رسم الايلاينر فرعوني زي ما انتم شايفين كده، هنروح نحط اللاشز. واللاشز هتكون الشكل ده. ان ده براند قديم جدا، انا ما اعرفش اصلا هو لسه موجود ولا لا، اسمه موديل روك من 2017 2016. الباك ده عندي. تصور هعمل البرونزر، نورم اب بقى الوش شويه، ونعمل البلاش والهايلايتر وكده عشان الموضوع يرجع للحياه، مع ان هو اوريدي في الحياه بصراحه. بس هستخدم البرونزر بتاعي من سيجما. واخيرا الايام تلاقيني نفس احساس النهارده. رايح سنيني. كان المفروض ان انا احط البلاشر الاول وبعد كده ارسم الرسمه، بس معلش انا مش كل يوم ببقى فرعون، فايه بحط البلاش حوالين الرسم. وبصوا انا جايبه ايه علشان الروج. بعد ما اعمل روج هحط هنا جولد زي فليكس كده، هتدي احساس فرعوني. حاسه ان الدرجه كده حلوه. ومحدش يسالني هي ايه يا جماعه، انا عملت ميكس فوق ال7 درجات، ما اعرفش. اوكي لزقتها بالعافيه بس شكلها خطير. تستاهل المجهود. هروح بقى اغير بالزي الفرعوني. اوكي وارجع لكم في فاينل لوك على طول. الله 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 يا مارو ده شغل عالي والله. حلو قوي قوي قوي. ده تحفه. بص حلو قوي. بص الضوافر والخواتم. طب بصوا الناحيه الثانيه. بس غطي على المتحف. نزلي الفيديو غطي على المتحف. هغطي على المتحف يا ماما. جدعه. والله انا هموت الايلاينر اللي انا استخدمته ده، هموته هرميه. شايفين يعني خساره ان انا خدتك معايا الترند ده، والله العظيم خدتك معايا. انت ما تستحقش ان انا اخدك معايا خالص، ما تستحقش عشان تبوظ لي عينيا. مالكش ثبات خلاص، اقعد في بيتكم. ضوافر الله يكون في عون الناس اللي بتركب ضوافر. والله ده تعب يا جدع. انا ما كنتش متخيله كده. الضوافر ايه ده؟ شكلها خطير تحفه، لكن تملك من الحاجه وانك تعرفي تستخدمي ايدك اللي ربنا خلقها، لا مفيش. شكلها تحفه، واو تحفه. بس شلل جماعه. ممكن نقدر التفاصيل صح؟ لو احنا مش هنشوفها في الترند، الفيديوهين اللي انا عاملاهم في السريع، فمعلش نركز فيهم في اليوتيوب. انتوا حبايبي، انتوا اهلي ناسي، فانتوا اللي بتدوني الايه الكومنتس الحلوه. بصوا يا جماعه التفاصيل دي انا تعبت فيها، والله العظيم تعبت فيها قوي. والله العظيم انا فخوره جدا بنفسي ان انا نجحت في الحاجات دي. انتوا مركزين حتى الضوافر عليها تعابين فراعنه وتعابين بقى وقطط. مركزين ولا مش مركزين؟ طب مركزين ان كل التفاصيل جولد او ابيض او بلو؟ ها بلو. باين اللبن يا من عندكم ولا باينه اكتر؟ مش عارفه اعمل ايه، اشيلها اروح احطها فين؟ طب مركزين؟ ده انا دي لفيت عليها لف يا جماعه. بصوا يا جماعه الشياكه. تفاصيل
جماعه تفاصيلي بذمتكم اهو. اكتبوا لي بقى فخورين بيا قد ايه، اكتبوا لي ان انا بليز يا جماعه، اكتبوا لي ان انا صالحتكم، اكتبوا لي يا مروه انت بتتاخري علينا بس يوم ما بترجعي تصالحينا. بليز اكتبوا لي كده لان انا فعلا راجعه صالحكم اهو. وبس كده، ده كان فيديو النهارده. اتمنى تكونوا عشتوا معايا رحله الفرعون الصغير والملكه حتشبسوت او الملكه نفرتيتي كليوباترا وات ايفر، يعني عندنا الملكات كتير بصراحه. انتوا شوفوا لي بقى كده اسم بصراحه بالفرعوني، يا ريت يسموني اسم كده بالفرعوني. واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله على خير، وادعوا لي ان انا ما اتاخرش عليكم. باي باي. استنى عشان الضوافر والخواتم تاني. باي باي. باي باي.